السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله نعمل اكله بسيطه جدا وسهله مع بعض كده تعجبكم ان شاء الله. هنعمل مع بعض الارانب ازاي نعملها بطريقه سهله جدا وبسيطه وما تكونش زفره معايا خالص. بصوا شكلها كده، بجد شكلها روعه. احنا هنعملها ارانب مسلوقه ما فيهاش اي حاجه. ودي عندي الشوربه بتاعه الارانب، طبعا كلنا عارفين الشوربه تبقى خفيفه شويه والارانب صغيره. ده بصراحه عندي ارنب صغير، ومقدمه جنبها ملوخيه بالارانب، ملوخيه ناشفه كده بالشكل ده. يا رب يكون سهل عليكم ان شاء الله وتعملوها، بجد طعمها تحفه بجد. مهم جدا ان احنا نظبط الارانب كويس جدا قبل ما نعملها، ان احنا ننضفها كويس جدا وننقعها عشان ما تبقاش ريحتها زفره مية. عايزه اقول لكم بصوا ما شاء الله مستويه جدا، ولونها بصوا عامل ازاي، جميله جدا بجد. هندخل مع بعض في الخطوات نشوف المكونات بتاعتنا ايه. انا بس عايزه اقول محلول النقع بنعمله ازاي عشان التليفون كان فاصل معايا. طبعا بنغسل الارانب كويس جدا كذا مره، بنحط عليها ميه بملح بخل بليمون، ونحط عليها معلقه سكر ونغسلها كويس جدا. طبعا بننقعها بقى في المحلول اللي احنا عاملينه ده، ونركنها شويه فيه حوالي ساعه ساعتين مفيش اي مشكله. وده المخلل اللي احنا عاملينه مع بعض قبل كده. يا رب يكون سهل عليكم ان شاء الله. مقدمه جنبه بقى طبعا شويه رز بالشعريه، شويه لسان عصفور. احنا بنحب لسان عصفور مفرفر كده يعني، مفلفل كده زي الرز بالظبط، بيبقى طعمه حلو جدا. لو انت حابه بقى تضيفي عليه شوربه ضيفي براحتك. بشكر كل حبايبي اللي بيشجعوني بجد، متشكره لكم جدا بجد، ومتشكره على كل الناس اللي لقيت عليا وانا في المستشفى. الحمد لله انا خرجت امبارح، الحمد لله دعواتكم بس. يعني والحمد لله فضل من ربنا، الحمد لله. هم قالوا لي لو عملت العمليه هيحصل شلل رباعي، فالحمد لله رب العالمين اديني بتحرك على الاقل. الحمد لله متشكره لكم جدا بجد، ومتشكره بجد بجد يعني، فرحانه جدا لكل الناس سالت عليا، متشكره لكم فعلا. طولت عليكم معلش، ندخل مع بعض في خطوات. نشوف كده حبايبي هنعمل الارنب بتاعنا ازاي. انا عندي سخنت حله، حطيتها على النار سخنت شويه، ضفت عليها حوالي 3 فصوص مستكه. ما عملتش اكتر من كده. طبعا كلنا عارفين الغسيل بتاعها ازاي، الارانب بتتغسل ازاي. ان شاء الله بعمله مره تانية معاكم واوريكم، ما خدتش بالي التليفون مش بيصور. تمام كده انا حطيت بس فصين مستكه او 3 فصوص مستكه، وضفت الارانب بتاعتي من غير اي دهون ولا اي حاجه خالص. هديها بس صدمه كده على النار، ونقلبها الناحيه التانية ونرجع نشوف هنكمل مع بعض هنعمل ايه. وكده قلبناها الناحيه التانية تاخد بس معايا صدمه كده زي ما اتفقنا، ونرجع نشوف هنعمل ايه. في الخطوه دي انا ممكن اضيف التوابل بتاعتي كلها والبصل والطماطم والحاجه بتاعتي كلها، وممكن اضيف الميه بس، طبعا حسب ما يرجع لي. وكده حبايبي اخدت وش تاني كده معايا طماطم وفلفل، طماطم وبصل متقطع جوليان كده حتت صغيره، ومعايا ورق لوري وحبهان، اضيفهم كده بالشكل ده. بتدي نكهه حلوه جدا في البدايه كده لما تعملي الخطوه دي. اقلب كده، مش محتاجه تحمر او حاجه، انا بس عايزاها تاخد صدمه يا دوب بس تاخد تشويحه معايا. وطبعا انا برش عليها رشه فلفل اسود ورشه كاري، بتديها حلوه جدا برضو. حاجه بسيطه كده عشان اضيف تاني في الاخر معايا. ودي رشه كاري صغيره برضو. بس كده ابتدي بقى اغلي الميه بتاعتي واضيفها عليها. ما احطش الميه بارده يا جماعه، لازم الميه تبقى مغليه كده بالشكل ده. وكده خلاص نضيف الميه بتاعتنا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بس واسيبه يستوي معايا براحته خالص، ونرجع نشوف شكله مع بعض. طبعا يبتدي يغلي معايا شويه، هنشيل الريم اللي بيطلع معايا على الوش كده عشان ما يزفرش الارنب بتاعي. وكده حبايبي نبتدي نشيل الريم بتاعنا كده بالشكل ده كده، بالطريقه دي لازم ده يتشال عشان ما يزفرش معايا. وكده حبايبي خلاص شلنا الريم بتاعنا بالشكل ده. انا عندي دي جزريه مبشوره او جزريه صغيره عادي، فصين توم وحته قرفه صغيره خالص. انا مش بحب الصراحه احط القرفه كتير عشان بحس ان بتغير طعم الشوربه. بحب طعم الشوربه نفسها بتاعت الارانب بتبقى جميله جدا. بس كده خلاص كل حاجه بتاعتنا اتعملت كده تمام. هنغطي عليها بقى ونسيبها تستوي معانا، ونرجع نشوف شكلها عامل ازاي. وكده خلاص القرن بتاعي قرب يستوي. اضيف بقى عندي سمنه وزبده او زيت وزبده زي ما انتم حابين. طبعا سخنتها كويس على النار. اضيف عليها كيس لسان عصفور كده بالشكل ده، ونقلب كده. نعمل جنبها شويه لسان عصفور وشويه رز كده، طبعا حسب الرغبه بقى، عايزه تحبي اعمليه. سامحوني على صوتي، انا تعبانه لسه خارجه من المستشفى، الله يدعواتكم بس كده بالشفاء العاجل ان شاء الله. طبعا جوزي بيساعدني، ربنا يكرمه يا رب، بيساعدني واقف معايا بصراحه مش سايبني. بس قلنا بقى نعمل الاكل، قلت له هصوره بالمره. تمام كده هسيب اللسان العصفور بتاعي يحمر كويس جدا على النار، ونرجع نشوف شكله عشان ما اطولش عليكم. وهعمل عندي هنا رز بالشعريه، طبعا كلنا عارفين بيتعمل ازاي. وكده خلاص الشعريه بتاعتي قربت تحمر، ولسان العصفور كمان كده بالشكل ده.
بحاول احط كذا حاجه جنب بعض كده عشان الاكل يخلص معايا بسرعه وما ياخدش وقت معايا في المطبخ. تمام كده. نبتدي بقى نضيف الرز بتاعنا. انا بحب كميه الشعريه كتيره شويه في الرز، ما تكون فاتحه ما تكونش غامقه كده بالشكل ده. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بنشوح الرز بتاعنا شويه، ما نضيفش الميه على طول عشان عايزه الرز بتاعي يتشمع كده ويطلع حلو. طبعا ايدينا زي ما اتفقنا في الاكل كله مع بعض كده. تمام كده. خلاص كملت لسان العصفور بتاعتي قربت تحمر اهي. كده بالشكل ده. نجهز الميه بتاعتنا بقى للرز كده. نبتدي نضيف الميه بتاعتنا طبعا حسب كميه الرز اللي انت عاملاها. انا بضيف بالبركه بصراحه، ما بحطش بكميه. لو انت حابه تعاير المقادير كوبايه الرز على كوبايه ميه، انا بحب احط كده بالبركه كده بالشكل ده. بس كده اغطي على الرز بتاعي واسيبه يستوي. لسه انا صوبه عشان ما يتحرقش. ابتدي كده نضيف شوربه. اضيف شويه شوربه كده عشان يديها طعم حلو معايا. خلي بالنا بس ايديها. وادي كده عندي كمان شويه شوربه. بغطي بس لسان العصفور بتاعي كده بالشوربه بالشكل ده. انا كده عشان عايزه اعمله مفلفل زي الرز. لو انت بقى حابه تزودي وتعمليها بالشوربه على طول على بعضها، بتزودي كميه الشوربه بتضعفيها شويه. عندي مجموعه مثلا بتحب تاكل الرز مفلفل كده بالشكل ده، لسان عصفور مفلفل، ومجموعه تانية بتحب بالشوربه. بعد ما بيستوي بضيف عليه شوربه بس. طريقه سهله جدا. بس كده اغطي بقى الرز بتاعي. نظبط الملح بتاعنا ورشه فلفل اسود صغيره على لسان العصفور. ونضيف هنا مكعب مرق الدجاج. سامحوني بقى مش قادره اتكلم معلش. كده بالشكل ده. بس نقلب كده. نغطي بقى الرز بتاعنا ولسان العصفور بتاعنا ونسيبهم يستووا براحتهم. وبكده خلاص لسان العصفور بتاعي بدأ يتشرب معايا بالشكل ده. هبتدي اقلبه كده من تحت لفوق كده. استوى معايا كويس جدا. بصوا لونه ما شاء الله جميل جدا ازاي. بس هسيبه يكمل تسويه معايا ونقلب الرز بتاعنا برضه ونرجع نشوف شكلهم في الاخر. نقدم الحاجه مع بعض عامله ازاي. وكده حبايب قلبي نعمل مع بعض شويه ملوخيه ناشفه كده بالشكل ده. لو مش متوفر عندي ملوخيه خضراء، انا عندي طبعا دي شوربه ارانب ضايفه عليها شويه ملح وفلفل وبهارات ومكعب مرق الدجاج. تغلي معايا الشوربه كده. نبتدي بسم الله الرحمن الرحيم نضيف كده الملوخيه بتاعتنا بالشكل ده. طبعا كميه الملوخيه اللي انتوا حابينها اعملوها. نضيف حته تومه صغيره كده على الملوخيه بتاعتنا وهي نيه كده بالشكل ده. بتديها طعم حلو جدا على فكره. التليفون كان هيقع. ده بالطريقه دي. طبعا عندي السمنه بتاعتي ساحت اهي. هنبتدي نضيف عليها التومه بتاعتنا. طبعا التوم بتاعنا عليه كزبره كده بالطريقه دي. عايزه اقول لكم ما شاء الله الريحه تحفه بجد. كده بالشكل ده. بسم الله الرحمن الرحيم. عشان يبقى ريحه الملوخيه بجد روعه. بس كده نطفي عليها بالطريقه دي ونقدم بقى كل الحاجات بتاعتنا ونرجع نشوف شكلها. نسيت اقول لكم هنضيف عليها رشه كربونات صغيره جدا عشان تدي اللون الاخضر بتاعي كده بالشكل ده. ورشه سكر صغيره خالص كده بالطريقه دي. شايفين شكلها لونها اخضر خالص ازاي معايا كانها ملوخيه خضراء. بس كده. اللي يشوف اقول ملوخيه خضراء مش ملوخيه ناشفه. يا رب تعجبكم ان شاء الله وتكون سهله عليكم. ما ننساش بقى لايك وشير وفعل الجرس عشان يوصلنا كل الاشعارات ان شاء الله.